بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي متابعي وزوار قناة تفسير الأحلام أبو عبد الله المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم صحة وفي أسعد حال، أدام الله عليكم الصحة والعافية بإذنه تعالى. أحبابي في الله، موضوعنا النهاردة تفسير رؤية التين الشوكي في الحلم للشباب ومعناه. بيختلف التفسيرات أو تختلف التفسيرات عن بعضها حسب الحالم، ولكل حلم ولكل شخصية ولكل ظروف يكون التفسير. فالشاب العاطل يفسر حلمه باختلاف عن الشاب الذي يعمل، يختلف عن الشاب العاشق، فلكل حلم تفسير معين. إذا رأى الشاب في منامه إنه بيأكل من التين الشوكي، فهذا قد يدل على وجود خير ورزق وفير لهذا الشاب بأمر الله تعالى. وأيضا رؤياه تفسر بأنه سوف تعلو مكانته، وسوف يرزق بعمل حلال ومال حلال، أو يرزق بعروس يرزق بعروسة تكون ذات حسب وذات نسب، وهذه العروسة ستجلب له الخير وتجلب له الرزق. وأيضا يفسر المنام إذا رأى الشاب في منامه أنه شاهد التين البرشومي، مش التين الشوكي، التين البرشومي اللي هو الأسود في منامه، فده هنا بيدل على إيه؟ على وجود يمين كاذب ونزول من مكانه عالية، يعني نزوله من منصب. ويفسر أيضا بأنه غم وهم، وأحيانا يفسر بقلق وتوتر. ويفسر أيضا إذا رأى الشاب في المنام أنه يشاهد شجرة التين كاملة، فهذا قد يدل غم وحزن قريب وأيام صعبة وعصيبة سوف يشاهدها الرائي. وأيضا إذا رأى الشاب في المنام بأنه يأكل من التين الشوكي، وكان هذا التين الشوكي مجفف، فهذا يدل على رزق له وشفاء من مرض. إن كان مريض فالرؤيا بشارة بشفائه من مرضه ورزق سيأتي إليه قريبا بأمر الله تعالى. وأيضا الرؤيا تدل على بشرة سعيدة له، وقريبا جدا سوف يشاهد هذه البشرة بأمر الله تعالى. وإذا رأى الشاب في المنام بأنه شاهد التين الأسود، مش التين الشوكي، التين الأسود اللي هو التين البرشومي، فهذا يدل على مرض وعدم الراحة له، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وهذا ما يتعلق برؤية الشاب للتين في منامه. وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.